قبل العيد بيومين أغلبنا بيبقى مرهق جدا، مش كده؟ تنظيف ومطبخ وتحضير للبيت، وكأننا في سباق ما بينتهيش. وكتير مننا بيحس إن العيد كأنه امتحان لازم ننجح فيه، وإلا هنكون فاشلين. بس في الحقيقة إن العيد ده مش امتحان، مفيش حاجة اسمها كمال. وده اللي هنتكلم فيه النهاردة، إزاي نستعد نفسيا للعيد قبله بيومين ونستمتع بكل لحظة مع ولادنا من غير ضغط. خلينا نكون صراحة، قبل العيد أغلب الأمهات بيبقوا في ضغط نفسي رهيب، إن انتي عايزة تخلصي تنظيف، تخلصي أكل، ترتبي البيت، تشتري الهدايا، وكل ده في وقت قصير جدا. وزيادة على كده مقارنة نفسك بالست التانية أو ببقية عيلتك، ودايما في شعور إنك مش كفاية. وده بيخلي الأم تحس إن هي مش بس تعبانة جسديا، لكن كمان نفسيا، وكأن كل تعبها ده مش متقدر. وحقيقة ده شعور طبيعي جدا، وكل أم بتحسه. المهم إيه اللي هنعمله مع الشعور ده؟ كل سنة قبل العيد كنت بحس إن أنا هنهار. كنت عاوزة كل حاجة تكون بالظبط، البيت يبقى بيلمع، والأكل يكون لا يعلى عليه، وأولادي يلبسوا أحلى هدوم. وكنت طبعا بنسى نفسي خالص. تعالي كده نفكر مع بعض قبل ما نبص على الترابيزة المترتبة أو على الأكل، قبل ما نفكر في كل حاجة لازم تتعمل. خلينا نسأل نفسنا سؤال صغير: هل إحنا حابين نعيش العيد بفرحته الحقيقية، ولا بس ننجز المهام اللي علينا ونخلص اليوم ونبقى قصاد الناس إحنا أحسن ناس في الدنيا؟ أغلبنا للأسف بيختار المهام، وده بيخلي العيد يتحول لضغط أكبر من أي يوم عادي. هنا بيجي دور التركيز على النفس، وده اللي هينقذنا من الاحتراق النفسي. طيب إزاي إن أنا أستعد نفسيا؟ الاستعداد النفسي قبل العيد مش بس فكرة لطيفة، ده أساس العيد كله. لما تكوني هادية ومتصالحة مع نفسك، كل حاجة حواليك هتكون أسهل: التنظيف، المطبخ، ترتيبة البيت، استقبال الضيوف. لكن لو انتي جواكي مش جاهز، حتى لو كل حاجة مظبوطة، هتحسي انك تعبانة من جواكي، عصبية، وهتسجلي كل الحاجات الغلط في دماغك بدل اللحظات الحلوة. احنا عايزين نستمتع باللحظة فعلا. ازاي؟ يعني لما تكوني مع ابنك ركزي معاه فعلا، شوفي ابتسامته، اسمعي ضحكته. حتى لو البيت مش مترتب او العيد مش زي المجالات اللي انت متعودة عليها، فاللحظة دي اللي بتلعبي فيها معاه هي اللي هتفضل في دماغه طول عمره، مش السفرة اللي شكلها حلو جدا ولا الترابيزة المترتبة. كل ام مهما كانت مشغولة او تعبانة ممكن تطبق ده. لو انت ام جديدة، ركزي على ان انت تبصي لعين ابنك الصغير، شوفوا تفاصيله الصغيرة الحلوة قوي دي، حتى لو نومه متلخبط وروتينه كله مليان فوضى. ولو انتي ام لطفلين، خدي دقيقة بس بسيطة تبصي على كل طفل لوحده، اتكلموا، اضحكوا مع بعض. حتى لو الاولاد بيتخانقوا، اللحظة دي هتبقى ليهم هما وليكي انتي. ولو انتي ام مشغولة جدا، حتى دقيقة واحدة بس من الانتباه الكامل للاطفال ممكن تعمل فرق كبير جدا لنفسهم وليكي. اتنفسي وخليكي هادية قبل كل حاجة بتعمليها. قبل ما تبداي تنظيف او ترتبي البيت او تطبخي، خدي نفس عميق مرة واحدة، تنفسي ببطء، حسي جسمك وقولي لنفسك: انا هادية، انا كفاية، انا هتجاوز العيد ده بصحة نفسية كويسة. التنفس البسيط ده بيخلي العقل يركز ويخفف التوتر جدا، بيخلي كل حاجة حواليكي تبقى اسهل. وتصالحي مع نفسك، وهي اهم نقطة لكل ام فينا، ان احنا نتصالح مع نفسنا قبل العيد. يعني لو انت عندك ضغط كبير جدا، قولي لنفسك: مفيش مشكلة لو الاكل طلع مش مثالي جدا، البيت مش يكون مترتب زي المجلات، ده طبيعي. اعرفي ان انت مش لوحدك، كل الامهات بيحسوا بنفس الشعور، وكل اللي يهمهم في النهاية هو احساسهم بالراحة والسعادة مع اولادهم. خلينا ندي امثلة حقيقية. يعني لو انت ام جديدة، جربي تقعدي 5 دقايق مع ابنك الصغير، تغني له او تقعدي تلعبي في راسه قبل ما ينام. اللحظة دي هتفضل محفورة في قلبك وقلبه. احنا يهمنا ان احنا نعمل ذكريات حلوة مع اللي حوالينا، مش بس البيت المرتب. محدش هيفتكر قد ايه البيت كان مرتب وقد ايه كان الاكل حلو قوي، لكن هيفتكروا هزارك معاهم، هيفتكروا طريقتك، هيفتكروا الحب بتاعك. لو انت عندك اكتر من طفل، الدنيا بتبقى صعبة جدا، بس اختاري دقيقة واحدة زي ما قلنا لكل عيل، اتفرجي عليه حتى وهو بيلعب، شاركيه اللحظة شوية. حتى لو في شوية فوضى حواليكي، اللحظة دي هتكون اهم من اي حاجة. خدي وقت لنفسك، حتى لو كوباية قهوة من غير أي مضايقة ومن غير أي أطفال، بس 10 دقايق هتحسي انتي براحة نفسية قبل ما نبدأ اليوم الكبير. وركزي على اللحظات الحقيقية. العيد مش بس أكل وشرب ولبس جديد، مش أكل فخم. العيد ده للحب، الضحك، اللحظات الصغيرة اللي أطفالنا هيفتكروها طول عمرهم. فخدي بالك، انتي لو ركزتي على المهام بس هتحسي بالإرهاق، لكن لو ركزتي على اللحظات الحقيقية هتحسي بالفرحة، حتى لو البيت كله مش مرتب أو السفرة بتاعتك كانت بسيطة. وفي النهاية كل أم محتاجة تعرف حاجة بسيطة جدا: العيد ده مش سباق ومش امتحان، مفيش حاجة اسمها كمال. المهم هو إنك حاضرة مع أولادك، ضحكتك معاهم، وجودك الحقيقي، وده اللي هيصنع ذكريات العيد الحقيقية، وده اللي هيساعدك تتجنبي الاحتراق النفسي قبل يومين من العيد، وتعيشيه بكل حب وفرحة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هنقدمها. واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.